السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. فالأيمن الفضيلة هذا الذي حاب يشاركني الأجر فالمظلومية هذا ونوصلها بشكل أوسع، فعل لايك وشارك الفيديو ستوري وعلق. أحمد هذا قتل مغتصب أخته، به شخص بز أخته معاقة يعني وعندها خلل في الدماغ، عافانا الله وإياكم، الله يشفيها ويكون في عونهم. بزها قد اختطاف واعتدى عليها جنسيا ويمكن بالضرب، حبسوه فترة معينة وجلدوه وخرج. أنا أعرف الجلد هذا في الزنا، ما نقدر كيف جلدوا هذا المغتصب يعني. أحمد لقيه ما تشتوي يعني يلبسه ميداليه ويفعل له حفل تكريم ولا كيف؟ احمد لقي قتله. انا ما داري انه على الاغتصاب هذا جلد ولا من غدوه، انسان محروم يعني صدق. بعد يجلدوني لا ما تقع. الله لا الحمد لله على العافيه، الله لا يبلانا يعني. انتوا عاد زيدوا الظاهره هذا، اذا كان هذا حصل صدق اقسم بالله ان انتوا عاد زيدوا الظاهره هذا. اي واحد يقول لك انا اغتصب الذي تعجبني ويجلدوني بعده ويحبسوني يومين واخرج. انتوا عاد زيدوا الظاهره هذا، عاد زيدوا الديوثين، لانه لو عافانا الله واياكم، الله لا يبلانا، لو حصل هذا صدق خلاص هذاك عيفتجع انه يقتل مغتصب بنته ولا اخته، الله لا يبلانا، ويقول عيعدموني، وانه رجع ديوث ويمكن عاد وخلاص الان صدق يصير يلبس ميداليه ويحب راسه ويقول لها انا اسف، يزيد يتاسف له. احنا كلنا احمد، والقضيه هذه ما حصلتش في اليمن ابدا، ولا انا مصدق اني حصلت في اليمن. القضيه هذه حصلت في نيوزيلندا. نيوزيلندا لان عندهم النكح هذا والاغتصاب طبيعي، وانا قلت اسافر هنا كبس قسمي وارجع صدق. استغفر الله العظيم. احنا كلنا احمد، والذي يعرفنا في شرعنا ان المسلم اذا قتل على دافع عن عرضه وماله حلال. فاي شرع انتم حصل هذا؟ انا مانيش مصدق، والله ما انا مصدق. كلنا احمد، ونطالب من حكومتنا العظيمه اني تنصف لاحمد وتبرد قلوب اليمنيين كامل، لان عرض احمد عرضنا. وسلامتكم.